شخصيتنا النهاردة عن عالم مصري تخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي. شخصيتنا احنا ما بنرددش اسمه كتير، وشبابنا للأسف لو سألتوه مش هيعرفه. لكن قبل ما نتكلم عن معلومات عنه، في معلومة مهمة جدا هتتقال في آخر الفيديو هتعرفوها على طول إن شاء الله، مجرد ما المعلومة دي نقولها. بس قبل ما نخش على شخصية النهاردة، تعالوا نرحب بأصدقائنا في القنوات الأجنبية، وأصدقائنا الجدد اللي دخلوا على الفيديو اللي فات، وأصدقائنا اللي ما حلوش ودخلوا برضو على الفيديو اللي فات. يلا بينا نشوفهم، يلا بينا. احنا مع اخواتنا القنوات اللي حلت الحل الصحيح بتاعت الفيديو اللي فات، وكان الحل هو الفنان الراحل المبدع احمد زكي. كان فنان متميز فعلا. طب وانا هتكلم عنه ليه؟ ما تيجوا انتوا شوفوا قلتوا عنه ايه في التعليقات. قناه لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى طبعا اول واحلى بصمه، ربنا يعزك. قالت طبعا ان النمر الاسمر احمد زكي وزوجته هاله فؤاد، وتوفيت صغيره في السن، عندها كانت 33 عام بمرض السرطان، وهو ممثل عبقري. وابنه هيثم احمد زكي برضه توفي عن عمر 33 عام. قناه اكلاتي الاقتصاديه، يوتيوبر ناديه الفاتح، قالت اللهم اشفيها وعافيها على تيتا زيزي، ربنا يعزك يوتيوبر ناديه. وقالت النهارده يا ترى مين؟ انت بتسالينا بس انت جاوبتي، قلت الكل اكيد هيعرف انه الفنان احمد زكي، واتولد في محافظه الشرقيه وعاش في حي السيده زينب، واتجوز هاله فؤاد وتوفيت سنه 1993. عندي قناه ويبقى الاثر مع محمد والهام، قال احمد زكي اسف يوتيوبر محمد والهام، قال احمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي، انا اول مره اعرف الاسم بالكامل. شفتوا التعليقات بتفيدنا ازاي برضو. ولد 18 نوفمبر سنه 1946 وتوفي في 27 مارس 2005. كان ممثل ومنتج افلام مصري، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل واخراج عام 1973 بتقدير امتياز. بيعتبر احد اكثر الممثلين موهبه خاصه في الادوار الدراميه والتراجيديه. عندي قناه عالم الشورتس، يوتيوبر مصطفى، قال ولد الفنان احمد زكي في مدينه الزقازيق التابعه لمحافظه الشرقيه. عندي قناه احمد فضل، يوتيوبر احمد فضل، قال شخصيه اليوم الفنان احمد زكي، زوج الفنانه هاله فؤاد وابنه الفنان هيثم زكي، ودعا لهم كلهم بالرحمه. عندي قناه كروشيه ويوميات ام عبده، يوتيوبر ام عبده، قالت احمد زكي ممثل مصري كبير، ولد سنه 1946 وتوفي في 2005، وبيعد اهم نجوم السينما المصريه. كان متزوج من هاله فؤاد اللي توفيت عام 1993، وبعد وفاتها كرس حياته لتربيه ابنه هيثم. قناه سهام من قلب الجزائر، برنسيسه الجزائر، يوتيوبر سهام، قالت اطيب خلق الله كالعاده، قالت برافو محتوى قناتك ممتاز، ربي يعزك ويبارك فيكي. الاجابه الفنان الاسمر الجميل احمد زكي اللي مثل دور السادات، ودعت له بالرحمه هو وابنه هيثم اللي توفي في نفس عمر امه هاله فؤاد 33 سنه. عندي قناه بيت ماما، يوتيوبر منال، قالت النمر الاسمر احمد زكي وتزوج من هاله فؤاد وتوفيت وعاش الوجع. عندي قناه الكلام الجميل، يوتيوبر احمد، قال مساء الخير يا برنس، مساء الفل يا ابو حميد، قال هو العملاق احمد زكي ربنا يرحمه. انا اسف. قناه معلومه مع بسنت، يوتيوبر بسنت، قالت الفنان احمد زكي، طبعا عرفت الاجابه لما ذكرت ابنه. قناه نصائح عامه، يوتيوبر نصائح عامه، قالت شخصيه اليوم شخصيه غامضه، ممثل بارع لكن قصه حياته مؤثره جدا، الفنان الراحل احمد زكي ربنا يرحمه. قناه بنت الهلالي، يوتيوبر بنت الهلالي، قالت الله يرحمه ويحسن اليه احمد زكي. قناه ساميه زين، يوتيوبر ساميه، بتقول محتوى رائع جدا، شكرا على المعلومات اللي بتقدمها. وشخصيه النهارده احمد زكي الله يرحمه، ومن الفنانين المميزين في السينما المصريه، هو وزوجته هاله فؤاد وابنه هيثم الله يرحمهم جميعا. عندي قناه مطعمي جنه نونو، يوتيوبر مطعمي جنه نونو، قال تحياتي بتقول لي تحياتي لك يا برنس، تحياتي ليكي يوتيوبر مطعمي جنه نونو. قالت انا عرفت الشخصيه اول ما قلت انا اسف انه كسر وسامه الممثل في وقت كان لابد الممثل يكون على قدر من الوسامه والجمال، هو الفنان احمد زكي، وعمل فيلم النمر الاسود ولقب بعد ذلك بهذا اللقب، وتزوج من هاله فؤاد وكانت ابنه المخرج احمد فؤاد، وانجبه هيثم احمد زكي، وتوفي احمد زكي بمرض السرطان وعلى القمه اثناء تجسيده لشخصيه عبد الحليم حافظ في فيلم العندليب. عندي قناه يوميات ام البنات، مشتركه جديده نتمنى تزوروها، مرحب بيكي معانا يوتيوبر ام البنات، وقالت احمد زكي. قناه رحمه الرحمن، يوتيوبر رحمه الرحمن، قالت الفنان الاسمر احمد زكي رحمه الله عليه
انا اسف البرد عامل عمايله معايا. كل التوفيق والنجاح ان شاء الله يا برنس. تحياتي لاهل البيت الكبير، ربنا يعزك ويبارك فيكي. ودعت لتيتا زيزي بالشفاء، ربنا يكرمك. يوتيوبر رحمه الرحمن. عندي قناه منال عبد القادر، اليوتيوبر منال عبد القادر، قالت النمر الاسمر الفنان احمد زكي فنان مبدع في ادواره، الله يرحمه ويغفر له. تحياتي وتقديري لحضرتك استاذ ابراهيم، تحياتي وتقديري ليك يوتيوبر منال. عندي قناه ام رنا تركي، هي ما قالتش حل ولا حاجه، لكن قالت كلام انا بشكرها عليه. انت انسان محترم وانسان راقي، بارك الله فيك، احتراماتي الكبيره ليك، ربنا يعزك، وهو ده اللي بيخلي الواحد يتشجع ويعمل فيديوهات. ولو اني طولت على الفيديو بتاع المره اللي فاتت، المسافه بعيده 5 ايام بسبب البرد بس والله. عندي قناه مروه فتحي بنت عز، ضحكه كالعاده. وقال بص بقى، نعم طبعا النجم احمد زكي هو فعلا مميز بكل بطولاته. شفت الناس اللي بتحب بصدق، عاش بعدها منعزل، اتصدم يا ناس على حب العمر. انا عارف الناس اللي بتحب بصدق طبعا. طبعا سؤال سهل جدا، حلو كده بقى، بس كده هنتعود على السهل، وحضرتك بقى حر، بعدين هتزعل، هتشوف معانا ابداعات وضحكه، ربنا يدوم ضحكتك، عملت ايموشن الضحك. ما انا شفت. عندي قناه مروه بنت عز تاني، يوتيوبر مروه بتقول منور يا برنس، الشخصيه واحمد زكي. بص بقى، لسه شايفه تقريبا فيلم ابو الدهب اللي هو كان مع معالي زايد تقريبا، او لا اسف مع رغده. وتاجره البن بتكسب ملايين مش شويه سنتات، سؤال سهل. قناه يوميات كوكو فطومه بتقول تسلم ومفيش تسلم وتعيش يا برنس، ربنا يبارك فيك ويعزك. وقالت هو الفنان احمد زكي. يلا بينا نشوف اللي جاوب الاجابات الصحيحه، يلا بينا. وجينا لشخصيه النهارده، وطبعا اتكلمنا في بدايه الفيديو قلنا انه عالم مصري تخصص في مجال الاتصال بالاقمار الصناعيه. ولد في يناير عام 1949 برود الفرج بالقاهره، وتوفي في يونيو 1989 بالاسكندريه، في واقعه بيصفها الكثيرون على انها عمليه اغتيال من قبل الموساد. اعتقد قربت. بدأ السنوات الأولى علامات الذكاء الفائق في الثانوية العامة، حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمجموع 95%. اتخرج من الكليه الفنيه العسكريه وتعين ضابط في القوات المسلحه المصريه، اصبح معيد في الكليه الفنيه العسكريه عام 72، ثم مدرس مساعد في الكليه نفسها، ثم مدرس فيها عام 1981، حتى حصل على رتبه عقيد مهندس بالقوات الجويه. احيل الى التقاعد برتبه عقيد مهندس بالمعاش بناء على طلبه بعد ان حصل على درجه الدكتوراه من انجلترا. وبعدين بعد كده عمل في ابحاث الاقمار الصناعيه كاستاذ زائر في جامعه ليبزيخ في المانيا الغربيه، وتعاقد معه لاجراء ابحاثه طوال عامين. وكان مجال شخصيتنا بيتلخص في امرين: واحد، وركزوا بقى الامرين دول، التحكم في الفتره الزمنيه منذ بدء اطلاق القمر الصناعي الى الفضاء، ومدى المده المستغرقه لانفصال الصاروخ عن القمر الصناعي. اتنين، ودي هي دي بقى الخطر، وهي دي السبب في انه اتقضى عليه، اعتقد كده، ده رايي. اتنين، التحكم في المعلومات المرسله من القمر الصناعي الى مركز المعلومات في الارض، سواء كان قمر صناعي تجسسي او قمر صناعي استكشافي. استطاع وهو في سن صغيره من خلال ابحاثه الوصول الى نتائج متقدمه جعلته يمثل المرتبه الثالثه من بين 13 عالم فقط على مستوى العالم في حقل تخصصه النادر في الهندسه التكنولوجيه الخاصه بالصواريخ، كما صنف في المرتبه الثالثه. في اكتوبر سنه 1988 اتفق معاه 2 باحثين امريكان ان هو يعمل معاهم ابحاث، وفي مقابل الحصول على الجنسيه الامريكيه ومبلغ كبير من المال، بس ده بعد ما ينتهي تعاقده مع الجامعه الالمانيه. وذكرت زوجته ان هي وجوزها واولادها لما كانوا في المانيا، لما كانوا بيرجعوا شقتهم كانوا بيلاقوها في عبث فيها وسرقه كتب جوزها. حس هو بالقلق وبالخطر على زوجته واسرته، فقرر العوده الى القاهره في 8 يونيو سنه 1988. وبعد عودته الى بلده مصر قرر انه يسافر لاحد اشقائه في الاسكندريه عشان يكمل ابحاثه، وعشان ما يلفتش الانظار له قرر انه يفتح مصنع الكترونيات. ولكن في 13 يوليو 1989 كان في بلاغ بسقوط احد الاشخاص من اعلى عماره في شارع طيبه في كامب شيزار باسكندريه. ولما راحوا وعينوا الجثه لقوا ان في الشقه الغاز مفتوح، ولقوا وريد في ايده مقطوع،
طب ازاي يعني هو بينتحر انه يرمي نفسه ويفتح الغاز ويقطع وريده؟ ده عايز يموت بكل الطرق بقى ولا ايه؟ فعشان كده ذهب الكثيرون في التفكير انها عمليه اغتيال. شخصيتنا العالم المصري ابن ممثل ومخرج راحل، اكيد عرفتوه. هو ابن ممثل ومخرج راحل، عرفتوه. اشوفكم فيديو تاني من فيديوهات شخصيات لا تاريخ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.